السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة الخفيفة والإطلالة الخفيفة التي سوف نناقش فيها عقوبات الكاف على المنتخب الجزائري وعقوبات على المنتخب السنغالي. وفي هذه الحلقة سوف نناقش هذين المحورين لكي نتطرق إلى ما وقع في 18 يناير بالعاصمة الرباط في نهائي كأس الأمم الإفريقية رقم 35 بالرباط، أو بالأحرى بالمملكة المغربية الشريفة. الكونفدرالية الإفريقية أو اللجنة التابعة للكاف، اللجنة التأديبية، قامت بعقاب على المنتخب الجزائري اليوم، وأصدرت العقوبات التالية. هي على الاتحاد الجزائري لكرة القدم كيفاش غادي تسمعوها، ولكن هناك ولكم واسع النظر. ولد زيدان وقفوه 2 ديال الماتشات من تصفيات كأس افريقيا. بالغالي 4 ديال الماتشات، 2 ديال السورسي. الغرامات المالية على الجامعة. لا فيدراسيون ديال لارجيري كتبدا من $5000. السلوك الغير لائق للبطاقات، يعني في مباراة نيجيريا ما كانش $2500 تصرفات الغير لائقة. والمسؤولين كان مع نيجيريا $5000. استعمال الشماريخ $5000. رمي المقذوفات $100,000. عدم احترام الإجراءات الأمنية $500,000. تصرفات مهينة من الأنصار تجاه الرابطة مجموعة $100,000. و$100,000 يعني عندهم الغاز يخلصوها باش ما، يعني عندهم الحمد لله الفلوس باش يخلصوا هذه الغرامات المالية اللي صدرتها اليوم رسميا الكونفدرالية الإفريقية أو اللجنة التأديبية التابعة للكاف. وهناك تريث في العقوبات التابعة للمنتخب السنغالي. هناك مجموعة من الإحاطات سوف نوافيكم بها. هناك مجموعة من يعني البرميطة عامرة. كاين الجديد بالنسبة للمنتخب السنغالي والعقوبات اللي غتكون ضده. يعني هناك مجموعة من التداعيات، مجموعة من الأشياء اللي غتحيط بهذا الموضوع هذا، أو بهذا الأسس اللي غنطرقوا لها في هذه الحلقة إن شاء الله اليوم. لأن المباراة خرجت على السياق ديالها الرياضي، المباراة مشات للسياق السياسي، وملي كتشيل المباراة للسياق السياسي وكتخرج على الحيز اللي هو حيز بطبيعة الحال الرياضي، كتكون امور يعني لا تحمد عقبها، وكتدخل الكاف وكتدخل الفيفا، وكتولي لجنة تابعة للفيفا. لان تلك المباراة باش تنسحب الدم يعني امام رئيس اعلى هيئة كروية هو ايفانتينو رئيس الفيفا، وموتسيبي رئيس الكاف، ومجموعة من الشخصيات البارزة في مباراة نهائية في دورة استثنائية أقيمت بالمملكة المغربية. يعني المغرب هي جميع الظروف لكي تكون هذه الدورة من أحسن الدورات التي مرت على مر السنين بإفريقيا. ويعني وجد الملاعب، وجدت مجموعة من يعني السكك الحديدية، القطارات، تي جي في، الفنادق الفخمة، مجموعة من الأشياء اللي افتقدوها مجموعة من الدول حتى في أوروبا، باش تكون واحد الأمور يعني منضبطة، ويكون واحد السير، واحد النهج يعني تابع للجامعة الملكية المغربية. توفر الكم الهائل من الاشياء، وتجي واحد المباراه اللي هي مباراه نهائي وتجي في الاخر مره وتعمل عينيها. هذا الشيء غير مقبول وغير مقبول بتاتا، لان هناك تحريض يعني ملموس من طرف الكبرانات الجزائر ومن طرف الناس المسؤولين في الكره ديال الجزائر. وحاشا لله واش نقولوا هادو يعني الجيران ديالنا ولا كيبغيو لنا الخير. يعني لان يعني على حسب التحريات اللي عملنا، وعلى حسب مجموعه من المعطيات اللي توصلنا بها، لان مدرب منتخب يعني السنغالي باباتياو هو مساعد ديالو هو بوعشري يعني من الجزائر، وحرضه على ان يفسد المباراة، وحرضه على ان يقوم بمجموعة من اختلالات لكي تخرج عن الحيازية الرياضي. هذا الشيء غير مقبول بتاتا بالنسبة للمغرب اولا، وبالنسبة للكاف ثانيا، وبالنسبة للفيفا ثالثا، لان الامور يعني مجموعة من التريث بالنسبة للكونفدرالية الإفريقية. حتى اليوم طرد عضو تابع للجنة التأديبية يعني هو ينحدر من دورة السنغال، لا أتذكر اسمه، يعني طرد اليوم لكي العقوبات تكون عقوبات جزرية على حسب يعني التداعيات الأخيرة، لأن مدرب السنغال سوف يقوم توقيفه إلى 5 سنوات حتى 6 سنوات. مجموعة من اللاعبين سوف يتم توقيفهم، حتى ساديو ماني، يعني مجموعة من اللاعبين سوف يتم توقيفهم. مجموعة من المباريات الدولية داخل كأس العالم وخارج كأس العالم، يعني تكون مباراة تابعة لأجندة الفيفا رسمية، ماشي تكون مباراة اللي هي مباراة
ودية، تكون مباراة رسمية تابعة لأجندة الفيفا مثل كأس أفريقيا وكأس العالم 26 وحتى كأس العالم يعني ديال 30 اللي غتكون بين المغرب والبرتغال واسبانيا. سوف يقومون بتوقيفهم مجموعه من المباريات، لان الا ما دارتش هاد العواقب وهاد العقوبات اللي غتكون زجريه ضد المنتخب السنغالي، راه غتولي كارثه في منظومه الكره العالميه. يعني اي منتخب يولي يلعب، يولي الحكم يصفر له ضربه جزاء ولا خطا ولا شيء من هذا القبيل، يعني ينسحب بهدوء، لان خصها تكون عقوبات زجريه على المنتخب السنغالي. نحن لا نطلب من السنغال ان يقوموا بارجاء الكاس الى المغرب والميدانيات، نحن لا نتوسل، نحن نطلب من الكاف ومن الفيفا ان تقوم بهاته بالاحرى عقوبه، لان ولو منتخب يتجرأ ان ينسحب في مباراه نهائيه لا يعقل. هذا غير مقبول بتاتا بالنسبة لمجموعة من الهيئات الرياضية. إنفانتينو أكد وقال على أن ولا يمكن بتاتا على أنني أنا هو رئيس الفيفا ورئيس على هيئة أن أرى تلك المباراة بتلك الطريقة، منتخب ينسحب في نهائي للمنتخب المغربي والجامعة الملكية والدولة ومجموعة من الهيئات المغربية أقيمت، ويعني مجموعة الأشياء توفرت باش جيت الدقيقة الأخيرة آخر ما قلت تنسحب، غير مقبول. وكما قلنا من السابق على أن ضربة جزاء واضحة، لأن حنا عرفنا مع من دابا، عرفنا راسنا مع من حنايا، شكون اللي الجيران ديالنا وشكون اللي كيبغينا وشكون اللي ما كيبغيناش. اليوم كتأكد على أن المغرب خصهم يكونوا متراصين مع بعضياتهم، ما كاينه لا خاوة ولا طاوة، ما كاينه لا جزائري ولا تونسي ولا مصري ولا حتى شي واحد من جميع أنحاء العالم. كنعرف مغربي ما تقولش لي انا يا صاحبي ولا عمي ولا جدي ولا، كنعرف المغربي، ما كنعرف حتى شي واحد انا. وشكرا لكم، وان شاء الله ما غيكون مع تحط العقوبات ديال المنتخب السنغالي غنوافيكم بالجديد. وتحياتي، شكرا، والمرجو منكم البارطاج والمتابعه.